السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. بحرت لكم شديروا الحشا. اليوم ان شاء الله دبرت عليكم، جبت لكم واحد الوصفة قديمة كانت تديرها لنا مامي ربي يحفظها. وصفة سهلة اقتصادية بلا لحوم غير بالبطاطا والبصل وتجي قراف بنينة. كتديرها لنا اكترية في الصيف، تجي بزاف خفيفة وتانيك حلوة. دونك الا عجبتكم الوصفة تبعوا تفرجوها حتى الاخر. اذا نبداو على بركه الله. اش غادي نحتاج لهنا؟ عندي حبات تاع بصل. في هذه الوصفه لازم تكتروا يعني البصل باش تجيكم حلوه. انا لهنا درت 2.5 حبات تاع بصل، ديت هذا الابيض، سينو ديروا هذاك الاحمر يعني ليسونسيال بصل وصاي. قشرته ابخي راني نقطع فيه شرائح رقيقه، قطعوه رقيق كيما هكا. نتوما لهنا دوبلوا المقادير على حسب افراد العائله تاعكم. اذا قطعته رقيق كيما هكا بالخدمي، غادي نديره في هذا الصحن، يعني غير لو طون اللي نقطع كل شيء في رحبه. وبعد ما نقطعه ضروري تحلوه، يعني ما تخلوهش هكا لاصق. فركتوا هذاك البصل، فركتوه مليح هكا باش يعني كي ديروه في المقله ولا في الطاجين تاعكم تضمنوا غادي يطيب كاع كيف كيف. اذا هنا جبت الطاجين تاعي. هاد الوصفه تنجموا ديروها في المقله، انا درتها في الطاجين. درت فيه شويه تاع الزيت، درت فيه 3 فصوصه تاع الثوم، تاني الثوم ضروري في هاد الوصفه. رابيت الثوم قليته شويه في الزيت، قليته غير شويه ما خليتهش حتى ينحرق. ابخي ضفت عليه هذاك البصل اللي كنت قطعته. نخلط كل شيء. من بعد نقص للنار افون، يعني نقصوا النار حدها، وغموا هذاك الطاجين تاعكم وخلوا البصل يتقلى على راحته هكا باش تضمنوا يدخل لها طياب مليح. من جهه واحده اخرى ديت حبات تاع بطاطا، قشرتهم وقطعتهم هكا بالطول. نحتاج لي فخيت في هذه الوصفه. انا لهنا غادي نقليهم كيما تنجموا تشوها، مي دو بريفيرونس قلوا البطاطا تاعكم باش تجيكم بنينه اكثر واكثر. نعاود نولي لهذاك الطاجين، كنت خطره على خطره يعني نفتح عليه ونخلط هكا باش البصله ما تنحرق ليش. لهنا شفت بلي سي بون البصل يعني طاب وبدا يتكرمل شويه. دركا غادي نضيف له لاصوص طوماط. لهنا درت قيس 2 حبات تاع طوماطيس هكا يكونوا مرابيين. انا نفضل، قلت لكم شحال من خطره نفضل الطوماطيس تاعي هكا نخدمها احسن من اللي نرابيها. من بعد جيت نتبل. لهنا درت الملح، شوفوا الملح زيدت شويه باسكو البطاطا يعني قليتها صامته. زدت شويه تاع الكركم وندير فلفل كحل سيتو، هادو هما لي زيبيس. حنا هاد الوصفه كي كانت ديرها لنا كتديرها في اون كوكوت كبيره، كانت تكثر البصل باسكو هاد الوصفه لازم البصل يكون اكثر من البطاطا. انا درت يعني كيف كيف كيما البطاطا كيما البصل. قلت لكم تجي بزاف حلوه، وكانت دير لنا كونتيتي كبيره كنا نموتوا عليها، يعني سورتو في الصيف وفي الحمان توالم بزاف اليامات الحامين هاد الوصفه. انا لهنا خلطت كل شيء في رحبه. ابخي زدت لهم نصف ملعقه كبيره تاع لا طوماط كونسونطري. ولازم هاد الخليط تاع البصل ولا صوص طوماط ما يكونش ناشف. دونك انا لهنا اش غادي ندير؟ غادي نزيد له حوالي نص كاس تاع الماء، باسكو نحتاج كميه مليحه تاع لاصوص هكا باش كي نضيف عليها البطاطا تتشربها غايه. لهنا توجور راني نطيب على نار قليله. كما شفتوا بقيت نخلط، حليت هذيك طماطم المصبره اللي كنت ضفتها. من بعد ضفت شويه تاع المعدنوس، لهنا كان عندي كونجلي ضفته. تبغوا ديروه او لا تستغنوا عليه. انا درت شويه تاع المعدنوس. نكمل نخلط. وكي نشوف هذا الطاجين تاعي يعني دا الغليه الاولى، يعني كي نشوف هذيك لاصوص غلات الغليه الاولى، نروح نجيب لي فخيت اللي كنت قليتهم ونضيفهم فوقها. ونسيي كيفاش ندخل هذوك لي فخيت مع لاصوص والبصل، نخلط كل شيء في رحبه. شوفوا بالنسبه للوصفه هذه انا غادي ندير فيها البيض، غادي ندير فيها 2 حبات تاع البيض. نتوما تبغوا تحبسوا غير لهنايا تاني تجيكم بنينه، يعني تضيفوا غير البطاطا فوق هذاك البصل ولاصوص تجيكم روعه. انا والفتها بالبيض، غادي ندير لها البيض. لهنا غادي ندير غير قيس 2 حبات، ما تكثروش البيض يعني مامله. يعني درتو كميه كبيره تاع الخضره، ما تكثروش البيض باش ما تجيكمش ناشفه، يعني كما تعرفوا البيض ينشف. دونك الا كثرتوا البيض غادي تجيكم ثقيله شويه. انا ماذا بيا
هاد الوصفه تجي مشمخه من الداخل بهذيك لاصوص. دونك درت 2 حبات بيض، حليتهم كيما شفتوني من الفوقه، توجور على نار متوسطه، نخلي هذاك البيض يطيب بشويه، ومن بعد نطفي عليها، ما غاديش نخليها تنشف بزاف. كما شفتوا خطره على خطره بقيت ندخل في الملعقه الخشبيه ونهود في هذاك البيض من التحت، نغطي عليها شويه ونطفي عليها. اذا هاي الوصفه تاعي لهنا راهي واجده كيما راكم تشوفوا، الريحه تاعها راهي ما شاء الله جات بزاف بزاف بنينه. انا لهنا غادي نوريكم. شوفوا كيفاش تجي، هذاك البصل يجي مكرمل، يجي بزاف حلو تاني كبنين. وضروري يعني في هاد الوصفه البصل تاعكم طيبوه مليح وعلى نار قليله هكا باش تنجح لكم هاد لا غوسيت. دونك شوفوا كيفاش راهي جات بزاف بنينه. ني فروماج ني والو، غير البيض، وقلت لكم حتى البيض الا استغنيتوا عليه غادي تجيكم روعه. دونك وصفه سهله بزاف بنينه، جربوها على بالي غادي تعجبكم. واذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تدعمونا بجيم لا فيديو وبارطاجوها لنا مع احباب والاصدقاء باش تعم الفائده. وفي الأخير نقولكم تهلاو في رواحكم، وإلى الملتقى في وصفة جديدة إن شاء الله. سلام.